هنيئا بعدا، لان كنعرفوا الظروف اللي جرت فيها المباراه. فريق رجاء بني ملال يعاني الضغط ديال المراتب الاخيره وديال النتائج السلبيه. المعطى الثاني ان فريق رجاء بني ملال منذ الدقيقه 15 ولعب بنقص عددي، وتلقيتوا هدف يعني هفوه، ولكن استطعتوا باش ترجعوا وتاخذوا النقطه اللي عندها وزن ديالها بالنظر النتائج المسجله اليوم. بطبيعه الحال نقطه ثمينه كذا، انا كان هذا فوز بالنسبه لي، لان كيف ما قلتي النتائج السلبيه مؤخرا اللي حصدها الفريق مع المشاكل اللي كيعاني منها الفريق يعني كتاثر نوعا ما على مردود اللاعبين، وباش تكون خاسر وكترجع في الماتش رغم الطرد. هذا سيناريو عشناه المباراه اللي فاتت مع وداد تماره، ولكن باش ترجع كيف ما قلت لك راه خص تكون عندك لعابه رجال، تكون عزيمه قويه وتكون ثقه في النفس، لان ماشي بالسهل. حنا لعبنا الكره وكنعرفوا الامور، يعني باش نلعب في مراتب اخيره والنتائج السلبيه كدير لك واحد الضغط كبير، لان ما كتكونش لاعب بواحد الثقه كبيره وكيولي يدخلك الشك. والحمد لله بقينا مامنين بالحظوظ. هذا الشيء اللي خدمنا مع الستاف ديالنا، لا السي رشيد لا الاخوان كاملين، لعبنا على العامل الذهني اكثر، لان هذه المباريات هذو كيتربحوا بالعامل الذهني وبالقتاليه وبالرجوله. وكيف ما قلت الاخوان بني ملال ما كتستحقش هذه المراتب هذه، ما كتستحقش فريق القسم الوطني الثاني بحكم المدينه والجمهور اللي شغوف كيبغي يفرقتو رغم الظروف رغم المشاكل، رغم ديما كيساند ديما كيجي يشجع. ونتمنوا من الله يكون هذا درس وياخذوا عبار المسؤولين من هذا العام هذا اللي داز، باش العام الجاي ان شاء الله يكون شي حاجه في المستوى، وكنتمناو الخير لهذه المدينه والناس ديالها. التوفيق سي باري. والله ما ناكل شيء اليوم صراحه، رغم نعرفوا الفريق بني ملال عنده لازم نقاط. كنا حاضرين، عرفنا كيفاش نتعاملوا مع المباريات. ماتش كامل عند فريق ليزمو، عرفنا خلقنا فرص اللي ما سجلش سي نورمال يقبل. دخلنا في النتيجه، عوضنا رجعوا علينا في النتيجه. برافو عليهم، ميريتي هذول النقطه تاعهم، كانوا اليوم حاضرين كما يلزم باش يدافعوا النقطه تاعهم. لكن اليوم اللي شفناه انا ضيعنا عده فرص ما نضيعش صراحه، خاصه في الشوط الثاني. ولا ما يضيع الفرص اوتوماتيكمون يكتفي بنقطه. تظل اليوم نقطه ايجابيه لبني ملال اكثر من ليزمو. اليوم كنا نسحقوا. اكيد اللاعبين ما قصروش قبل 24 ساعه، مسافه طويله، نضربوا 12 ساعه في الطريق قبل اليوم نجيو حتى ريكوبيراسيون ما كايناش. خلينا اللاعبين نشكرهم، برافو عليهم، اليوم تقاتلوا كما يلزم، عطاوا اكثر ما عندهم. نشكرهم على النتيجه الايجابيه. ان شاء الله في المباراه القادمه داروا جوج مباريات حسنوا في الترتيب، واليوم يظل يستحقوا اللاعبين تحيه تشجيع كبيره. اذا سي فريد شوشان كنعتبروا حسب التصريح ديالك قلتي بان النتيجه ايجابيه. اذا شفنا الظروف اللي جرت فيها المباراه، فريق رجاء بني ملال لا زال لم يضمن بعد أكيد. البقاء ديالو، يعني ان اللاعبين تحت واحد الضغط كبير. صحيح. المعطى الثاني او العامل الثاني ان فريق رجاء بني ملال منذ الدقيقه 15 نقص عددي، ولكن فريق الاتحاد الاسلامي الوجهي يعني كنشوفوا بانه خلق مجموعه من الفرص ولكنه اهدر العديد. هذا التعليق ديالك على هذه المعطيات اللي عطيتك انا؟ نوافقك كان على تضييع الفرص. كي نضيعوا ثلاث فرص معنا ساهلين امام المرمى صعيب. احنا نعانيو من نصف الموسم من عقم هجومي. احنا ثاني اضعف هجوم ب 18 هدف من بعد الخميسات ومن بعد تتمارى. المعارضه الهجوميه هذه نخلقوا الفرص، لكن التسجيل لازم التركيز ولازم عمل كبير برشا من اللاعبين. نتمنوا المباراه القادمه يكون ثم التوفيق، لكن كي تخلق فرص الفريق ما تخافش عليه، لكن تخاف عليه كي تبدا الشبكه خاويه وتحطها برا. هذاك اصعب شيء، لازمك المينيموم. برافو عليهم في الاخير، ديما شجعوهم على اللاعبين، عملوا واجبهم واكثر من واجبهم. هذيك حدود الله. يظل اليوم خسرنا جوج نقاط في ملعب بني ملال. بالتوفيق سي فريد. شكرا جزيلا. شكرا لكم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا